السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة. حلقة النهاردة ان شاء الله هنعمل فيها اكلة سريعة. طبعا خلاص كلنا داخلين على موسم المدارس، كل سنة وانتم طيبين. بنبقى محتاجين اكلات سريعة كده ومتاخدش وقفة مننا في المطبخ. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. ادي الاكلة التحفة دي معمولة من كبدة الفراخ. تمام، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. عندي كبدة فراخ طبعا اتنقعت واتغسلت وكل حاجة وتمام التمام. وبعدين هبدأ بقى ايه هتبلها بايه؟ هحط لها ملح. تمام، طبعا ايه ملح، واحط لها فلفل اسود بس يا تمام. وهحط كمان بابريكا، ولو عندك بابريكا مدخنة حطي، بتبقى حلوة جدا. وهحط توم باودر، وهحط كمان بصل باودر. يبقى لغاية دلوقتي حطينا ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. تمام، هحط ايه كمان بقى؟ هحط صويا صوص، او لو عندك، لو موجود حطي، مش موجود خلاص ممكن تستغني عنه. بس طبعا ما تكتريش في الصويا صوص لانه بيبقى حادق، وتكوني كمان مراعيه كميه الملح طالما هتحطي صويا صوص. تمام، انا حطيت معلقه كده من الصويا صوص، مش مليانه قوي. وهحط كمان دبس الرمان. دبس الرمان ده فعلا بيخلي الكبده في حته تانية خالص. لو ما عندكيش دبس رمان ممكن تحطي معلقه عسل اسود، بس يعني انا بحبها بدبس الرمان اكتر. يعني هو دايما بديل الدبس الرمان في الوصفات بيبقى العسل الاسود. تمام، فاهو انا حطيت اهو دبس الرمان احنا شايفين كده اهو، معلقه كبيره بقى ايه مليانه شويه من دبس الرمان. خلاص، وهبدأ بقى اقلب الايه الكبده مع التوابل مع دبس الرمان مع الصويا صوص، اقلبهم كده. احنا شايفين كده وهسيبها بقى شويه، طبعا مش كتير لان الكبده ما بتحبش تقعد كتير في التتبيله، يعني 10 دقايق بالكتير قوي ونبدأ على طول نسويها. وممكن على فكره تتبلي وتسوي على طول لو مستعجله. طاسه بقى واحط فيها كده شويه زيت، واول ما الزيت يسخن هبدأ على طول انزل بالكبده اهو. نزلت على طول بالكبده، مش هقلبها اول ما انزلها عشان ما تتهريش مني. اسيبها كده تاخد صدمه الاول وبعدين ابدا اقلبها الناحيه التانية. عايزه اقول لكم الوصفه دي بتبقى طعمها حلو جدا. ممكن تعملي معاها مكرونه، ممكن تعملي معاها رز، ممكن تتغمس بالعيش وجنبها بطاطس محمره وسلطه. يعني من الحاجات السهله قوي بصراحه. اخدت بقى صدمه فبدات ان انا اقلبها اهو من الناحيه التانية عشان الناحيه التانية كمان تبدا تاخد صدمه بالراحه كده، عشان الكبده طبعا ايه من الحاجات اللي بتتهري بسرعه. بصوا انا ما حطيتش اي سوائل خالص. بصوا هي بدات تنزل السوائل بتاعتها ازاي اهو كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بنقلب زي ما قلنا بالراحة. وطبعا هي ما بتاخدش سوا خالص، يعني هي كترها قوي تبقى على النار 7 دقايق 10 دقايق وبتبقى استوت. ممكن كمان تقسمي كل كبداية 2 لو حابة تصغريها شوية يعني. بصوا هي نزلت السوائل اللي فيها كلها وسبتها 10 دقايق، كانت معايا استوت. ادي اهو شكلها النهائي. بصوا نزلت السوائل وشربتها. سبت فيها طبعا شوية صوص صغيرين، وهبدأ ان انا اغرفها بقى في طبق التقديم. زي ما قلتلك وصفة حلوة جدا، تعملي معاها مكرونة، تعمليها سندوتشات، تعملي جنبها بطاطس محمرة ومكرونة، تعملي جنبها رز، تعملي جنبها سلطة خضراء وبطاطس محمرة، بتبقى حلوة جدا. ومن الحاجات السهلة اللي ما بتاخدش وقت خالص. بصوا فيها برضو شوية صوص، انا ما نشفتهاش خالص. سايبة فيها برضو شوية صوص.
اهو نحط بقى شوية الصوص اللي اتعملوا فيهم فوق الكبدة في طبق التقديم. وده كده كانت وصفتنا النهاردة، وفيديو على السريع كده زي ما بيقولوا، أكلة سريعة ما تاخدش منك يعني بالتتبيل بكله تلت ساعة ولا نص ساعة بالكتير قوي. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، وصفات سريعة من دي عشان دخول المدارس. باي باي. مدارس.